النابو عاف انغمس كمت النابو سرو انغمس كمت النابو وجع انغمس كمت النابو وجع سخرو انغمس كمت النابو انغمس كمت النابو تجعل انغمس كمت النابو الشفي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورجعنا لكم النهارده في فيديو جديد. معانا ريسيفر افاتار اي 4. الريسيفر ده زي ما احنا شايفين كده مع بعض، بنوصل باور ليد البيان او العدسه بتاعته مفيش اي استجابه عليها، وعلى الباور سبلاي عندي هنا 0 امبير، يعني الريسيفر مش ساحب اي امبير. هنبدا نفك الريسيفر كده مع بعض ونشوف مشكلته ايه. فاضل لنا مسمار اهو. تمام. طيب احنا لو بصينا هنا كده هندخل على الميكروسكوب. هات الميكروسكوب يا عم. زي ما احنا شايفين هنا كده المكثف ده منتفخ ومنفجر اهو. ده مكثف على داخل ال 12 فولت. المكثف ده على داخل ال 12 فولت منفجر. وعندنا هنا التراك والع زي ما احنا شايفين. ولو بصينا على التراك ده كده هنلاقي التراك متفحم من مكانه اهو. زي ما احنا شايفين كده التراك ده 12 متفحم. داخل هنا عندي على اي سي الاشاره. معنى كده ايه؟ ان حاجه من الاثنين، يا اما العميل الادابتور بتاع الريسيفر ضرب معاه فوصله في الكهرباء مباشر، او السلك بتاع الادابتور كان فيه مشكله وبرضه وصله على الكهرباء مباشر. هنبدا في حاله زي دي هنعمل ايه؟ على وضع الصفاره هنبدا نشوف في عندنا شورت على الريسيفر ولا لا. هنبدا الاول هنا عندي شورت صريح. هنا عندي موجود هنا على الريجليتور ده مفيش هنا شورت. تمام. هنا برضو مفيش شورت. هروح على اي سي الاشاره. عندي هنا صفرة بسيطة او سحبة او كتمة ضعيفة عليه. طيب في حالة زي دي هنعمل ايه؟ هنبدأ ندخل بالخمسة فولت بتاعتنا. هنحجم 5 فولت على الريسيفر ونتأكد هيشتغل معانا ولا لا. انا عندي شورت على اي سي اس 47 وده الخاص بالخمسة فولت والتراك متفحم تماما. هنبدأ نوصل العدسة بتاعتنا وندخل بالباور سبلاي. زي ما احنا شايفين كده هنبدأ ندخل هنا كده. انا عندي اهو الاي سي متفحم تماما. هنرفع الاي سي ده من مكانه. اي سي 5 فولت عامل شورت معايا. وطبعا هنا عندي المكثف ده برضه هيترفع، بس خلي المكثف دلوقتي لما نتاكد ان المعالج سليم ولا لا. لان لو وصله ب 220 احتمال المعالج يكون ضارب. هنا عندي اس 47 طبعا ضارب وعامل معايا شورت. وفي اس 10 تغذيه المعالج اللي هي الواحد واثنين برضه هنتاكد منها، بس بعد ما نرفع الاي سي ده من مكانه. زي ما احنا شايفين متفحم تماما. ماشي كده احنا رفعناه. هنا عندي اي سي اس 10 هنتاكد برضو عليه برضو هنا شورت. الاس 10 برضو عليه شورت. يعني اذا عندي الاس 47 شورت والاس 10 شورت. ده بسبب ان العميل دخل عليه
220 فولت. هنبدأ ندخل نحجن 5 فولت معانا. هنا برضو عاطيني شرطة على الاس 10 او الاس 15، هنرفعه من مكانه. انا هنا رفعته، هنبدأ نفحص ونشوف الشورت اختفى على المعالج ولا لا. هنا الشورت اختفى معايا، تمام. الشورت اختفى من هنا. يبقى اذا انا اس 47 طار معايا والاس 10 تغذية المعالج طارت معايا. يبقى هنعوض الاس 47، هنعوض المكثف الصغير ده، وهنعوض التراك اللي احنا شايفينه ده. شايفين التراك عامل ازاي؟ ده تراك ال 12 فولت. ده تراك ال 12. ده تراك ال 12. ده تراك ال 12 فولت. وطبعا على مدخل الباور سبلاي شايفين التراك متفحم تماما، مش موجود. هنبدأ خطوة بخطوة. أول حاجة هنعملها هنبدأ نركب اس 10 الأول. هنبدأ الأول بالاس 10 معايا عشان ندخل بالخمسة فولت ونتأكد إن الريسيفر شغال معايا. لو الريسيفر اشتغل معايا يبقى الحمد لله في أمل وهنكمل شغل. ركبت الاس 10 والريسيفر ما اشتغلش معايا يبقى شكرا، مش هنكمل في شغل. نبدأ نركب الاس 10. كده الاس 10 ركب اهو. هنبدأ ندخل بالخمسة فولت بتاعتنا على مكان الاس 47. هنا يا عم انا كده استبدلت الاس 10، ما ركبتش اس 47 لسه. هنبدا ندخل بالخمسة فولت على الكويل بتاع الاس 10 بتاع الاس 47. هنبدا ندخل بالخمسة فولت. ضد البيان نور معايا احمر، تمام. الريسيفر جاب معايا 4 شرط اهو، جاب رقم 4، معنى كده ان الحمد لله المعالج بتاعي سليم والريسيفر اشتغل معانا تمام. فاضل لي اس 47 هنركبه على الدايره دي، وهنركب مكثف مكان اللي طار، وهنعوض التراك ده، وهنبدا نفحص اي سي الاشاره. بعد ما نخلص الكلام ده كله هنفحص اي سي الاشاره. اول حاجه هنعملها هندخل على الميكروسكوب. هات الميكروسكوب من هنا كده يا عم. الفيديو شغال؟ تمام ماشي. هنبدأ ناخد الاس 47 ده كده الاس 47 بتاعي. وهنركبه. طبعا العميل وصل الريسيفر على 220 فولت مباشر. كده احنا وصلنا الاس 47. هنبدأ نفك الريسيفر من الهاوسنج بتاعه. هنبدأ نفك الريسيفر من الهاوسنج عشان نبدأ نشتغل في مدخل ال 12 فولت، لأن متآكل والتراك طاير معانا.
هنا عندي اهو ال 12 فولت المدخل اهو ادي داخل ال 12. التراك متاكل معايا هنا. اول حاجه هنعملها هنرفع المكثف ده من مكانه. طبعا المكثف طاير تماما. عايزين نرفعوه ماسك ماسكه. هنا رفعنا المكثف اهو ده اللي اتفضل منه. هنبدا ندخل هنا كده ونشوف الشكل العام بعد ما رفعنا المكثف. شايفين ده التراك اللي اتاكل معايا او التراك اللي اتفحم معايا. طبعا انا ممكن نعوض التراك ده من هنا كده، بس انا هنعمل ايه؟ هنعوضه من الناحيه الثانيه وهنبدا نفحص ال 12 فولت اللي ماشي على التراك ده كده برضو هنعوضه. شايفين التراك انخلع من مكانه. اول حاجه هنعملها هنبدا ناخد معانا مكثف مكان المكثف ده اللي على تغذيه ال 12 ده 220 على 16 فولت. هنبدا نشوف واحد 220 على 16 فولت ونركبه مكانه. خليكم معايا هنشوف مكثف ونرجع لكم تاني. وجبنا المكثف بتاعنا اهو. هنبدا نركب المكثف في مكانه. هنا المكثف اهو. نبدأ نبنط. طيب انا عندي التراك ال 12 اللي طالع من مدخل الادابتر مش واصل معايا للمكثف او للريسيفر من الداخل اللي هو الفرد ده. فهنبدا نوصل له بجمبر خارجي. اي سلك عندي وهنبدا نعوض ال 12 فولت دي. يعني ليه هنستعمل سلك خارجي؟ عشان ما نضغطش على نفسي ونشتغل في مكان يكون واسع. هنجيب سلك اهو، وصلة سلك صغيرة، وهنعمل جامبر او كوبري مكان التراك اللي اتفحم معايا على البورد. انا هنا عندي ال 12 ماشي، وهنبدأ ناخد بالمنظر ده كده، وهنروح على موجب المكثف. هيبقى بالمنظر ده كده. انا كده وصلت ال 12 فولت من مدخل الادابتر لرجل الموجب بتاعت المكثف، بمعنى ان انا عوضت عن التراك المتآكل معايا ده من الناحية التانية. كده انا وصلت ال 12 فولت معايا. المفروض على الوضع ده كده الريسيفر يشتغل معايا ويفتح معايا ويشتغل نظام. طبعا لسه فاضل معايا الاشاره. بالمنظر ده كده الريسيفر فتح معايا اهو زي ما احنا شايفين. ولو ركزنا هنا هنشوف المنظر ده كده. شايفين المنظر ده 12 فولت تغذيه اي سي الاشاره طايره من مكانها. برضو لسه هندخل عليها هنبص عليها. التراك طاير هنا اهو، ولو كملنا مع التراك زي ما احنا شايفين كده. فعشان نتاكد هنروح على منطقه اي سي الاشاره
ونتاكد ال 12 فولت واصلين ولا لا. هنا ال 12 فولت ماشيه معايا تمام، نظاميه ماشيه معايا. شايفين من هنا ال 12 فولت واصله هنا ايه، والتراك برضو متآكل معايا، مش واصل معايا هنا، واصل معايا تحت المكثف ده. يبقى في الحالة زي دي هنعمل ايه؟ هنضطر اننا ناخد جامبر من على موجب المكثف ده، هنمشي بيه طوالي من تحت البوردة يوصل معايا لحد فين؟ لهنا. طبعا هنا معدي معايا من ظهر البوردة. لو بصينا على البوينت هنا اهو، لو بصينا على البوينت اهو طالع معايا ماشي داخل من هنا، داخل من هنا طالع معايا هنا اهو على البوينت ده، يبقى واصل من نفس البوينت ده. يبقى انا هناخد برضو جامبر من تحت طوالي هيوصل معايا فين؟ لحد المكثف تغذية اي سي الاشاره. هنجيب سلك وناخد الجامبر برضو بتاعي من اي سي الاشاره لحد ال 12 فولت مدخل الباور سبلاي، او مدخل الباور بتاعي، او مدخل الادوبتر بتاع الريسيفر نفسه. هناخد برضه سلك اهو، هنديله بونت تسديد من الناحيه دي كده، وهنتوجه هنا على ال 12 فولت هنا اهي كده. انا اخدت السلك بتاعي وهنروح على مكثف ال 12 فولت في دايرة الإشارة هنا اهو. ده مكثف ب 12 فولت، ده الطرف الموجب بتاعه. طبعا انا ما شفتش الموجب والسالب من الناحية التانية، بس هو واضح معايا هنا. هنا الارض بتاع المكثف او سالب المكثف متصل مع ارض البوردة مباشر، اذا ده الموجب. طبعا انت لازم تبص وتتاكد من الاتجاه على المكثف، بس بما ان انا بقالي فتره في الشغل فانا ايه، هنا عندي الارض متصل مباشر والريسيفر بقى بالمنظر ده. انا خدت كوبي من مدخل ال 12 مشى طوالي راح معايا على مكثف ال 12 فولت بتاع تغذيه اي سي الاشاره. يبقى اذا التراك ده كده اتلغى، هنيجي فاصله خالص كده عشان ما يعملش معايا اي دروب في البورد. تمام، وهنبدا نفحص، وهيبان معانا اي سي الاشاره سليم ولا تلف اخر، واحتمال كبير ان اي سي الاشاره يكون طار. ادي اي سي الاشاره بتاعه. هنبدا نوصل ل 12 فولت بتاعتنا. شايفين اي سي الاشاره فعلا طاير. هنبدا نرفع اي سي الاشاره من مكانه. ادي اي سي الاشاره رفعناه، ده تقريبا اس 83 تقريبا. الاي سي ده خالص من عندي، هنتاكد بس ونشوفه. خليكم معانا هنشوف الاي سي ده متوفر عندي ولا لا. الحمد لله اخر اي سي متوفر عندي اي سي اس 83. ده اي سي الاشاره بتاع النوع ده من الريسيفرات. هنبدا ندخل هنا كده، وعلى وضع الصفاره نتاكد ان مفيش عندي شورت في البورد. تمام 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 تمام. هنا ارضي، ده الارضي متصل معايا مباشر اهو، وهنا خارج الاي سي. هنبدا نركب الاي سي بتاعنا. كويس ان انا الاي سي ده موجود. الاي سي هنا عند الاي سي بتاعنا. هنا عندي رجل اهي شايفينها ظاهر عليها اثار التفحم، ورجل الرئيسيه دي مركبه فيها. هنحاول ان احنا نخلعها بالمنظر ده كده. كده انا رفعت الرجل من مكانها عشان توسع معايا.
هنبدأ ننزل بالاي سي. انا راح احط الاي سي سنه لتحت عشان الرجل دي تطول معايا. هنبدأ ننزل بالاي سي ونريحه في مكانه. تمام. وهنبدأ ننزل عليه بسن المكوى بتاعنا، نتأكد ان الاي سي اتلحم كويس في مكانه بالمنظر ده. طبعا انا لما بنشوف ريسيفر بالمنظر ده ما بنرضاش نستلمه وبنرفضه، لان معروف المفروض ان المعالج يطير على طول. لكن بما ان احنا بنعمل فيديو قلت نمشي معاكم خطوه بخطوه ونوريكم ايه اللي تلف فيه، والحمد لله ان هو اشتغل. تمام. هنبدا نروح على المنطقه الثانيه كده. تمام. هننضف مكان ما اشتغلنا حتى مادة التنظيف خلصت. ماشي. كده تمام. هنبدأ برضو نمشي مع التراك اللي اتاكل معايا. هنا عندي التراك ده انفصل خلاص، شايفين؟ طبعا انا لغيته من الناحية التانية عشان كان احتمال كبير يعمل لي شورت لو انا سبته متصل. عرفت انا لغيت التراك ليه؟ شايفين؟ ادي التراك هنخلعه خالص من على البورد. كده انا لغيت التراك خالص من على البورد اهو. وهنبدأ نسمي الله ونوصل. انا اللي يهمني اي سي الاشاره ان يشتغل معايا. نبدأ نوصل صورة ونشيك ونشوف الريسيفر اشتغل معانا ولا لا. عايزين ريموت. ايوه ادي المجد. هات الريسيفر يا عم، هات الشاشه لف لف على طول الشاشه. ادي المجد اشتغلت معانا. تمام. خلي بالنا كويس، هنجيب السعوديه. السعوديه دي تردد 18 مش موجود معانا، فطبعا مش هنقدر نحكم عليه غير لما نرفع البوك بتاعي ونتاكد منه. هنبدا ننزل ملف القنوات الاول للريسيفر، ما نستعجلش. هات الفلاشه يا عم. هنعمل ملف قنوات جديد الاول للريسيفر، وبعد كده ندخل على مكثفات التنعيم، لان احتمال كبير ان مكثفات التنعيم في دايره الاشاره حصل فيها تشوك او خدت صدمه عامله معانا مشكله. هنبدا ننزل ملف القنوات. خليكم معانا، هننزل ملف القنوات ونرجع له تاني. خلي بالنا من حاجه، احنا نزلنا ملف القنوات جديد وللاسف التردد الافقي ما اشتغلش معانا. لو بصينا على الاي سي مكان ما هو راكب هنركز جوه كويس جدا. انا عندي هنا مقاومه واصله على الرجل دي، وفي هنا المفروض الرجل دي يكون متصل على مقاومه، دي مقاومه تفعيل. المقاومه دي مش موجوده، احتمال كبير مع تفحم الاي سي طارت، او احتمال كبير وانا بنركب الاي سي الجديد طارت معايا المقاومه. هنبدا نشوف المقاومه دي في اي بورده عندي ونجيبها. خليكم معانا، هنشوف مقاومه ونرجع لكم تاني. طبعا انا جبت المخطط بتاع الاس 83. اكتشفت ان الرجل دي بيكون واصل عليها 12 فولت.
عرفت منين؟ جبت عندي هنا بوردة تقطيع قديمة عندي زي ما احنا شايفين. ادي الاس 83 وادي الرجل عندنا اللي عليها المفروض ان عليها مقاومة واصلة مع ال 12 فولت مباشر. يبقى اذا كان في هنا مقاومة فيوزية، والمقاومة دي طارت مع الشورت لانها واصلة مع ال 12 فولت مباشر. على وضع الصفارة برضو هنتأكد اذا كانت واصلة مع ال 12 فولت مباشر ولا لا. فعلا ال 12 فولت مباشر. يبقى اذا المقاومه دي ما طارتش مننا احنا، دي طارت مع الشورت لما حصل. طبعا هنعوض عن مكانها بجامبر بسيط. فيديو طويل بس اعتقد ان هو مهم بالنسبه لكم، وهنبدا نشرح خطوه بخطوه وبالتفصيل ايه اللي كان في الريسيفر وايه اللي احنا عملناه فيه. كده احنا خدنا جامبر اهو على 12 فولت. تمام. هنبدأ نجيب المشرط بتاعنا بنفس التراك من هنا كده، وهنبدأ نوصل الريسيفر ونسمي الله. وهيسيب الإشارة برضه تحت الميكروسكوب عشان نتأكد هيولع ولا لا. كده الاي سي شغال معانا تمام والريسيفر بيفتح. هنبدا نرفع الفولت بتاعنا عشان نتاكد ال 18 طلعت ولا لا. برضو ال 18 فولت ما خرجتش معانا. كده عندي تردد المجد شغال والسعوديه، او تردد الفي شغال والاتش مش شغال. كده الفي شغال والاتش مش شغال. يبقى هنتتبع من خلال الداتا شيت وهنبدا نشوف ليه الفولت ال 18 فولت او الاي سي ما بيرفعش معانا. بس الاول نتاكد واصله تمام، الرجل دي واصله تمام. عندي 3 و3 هنبدأ نمشي مع المخطط بتاع الاي سي ونشوف ليه الفولت ما بيرفعش معانا. خليكم معانا هنشوف المخطط ونرجع لكم تاني. وبعد البحث رجعت للاي سي الاصلي بتاع الريسيفر، لقيت الرقم بتاعه B6282H، وطبعا اس 83 ما طلعش البديل بتاعه. الاي سي ده لسه جديد في السوق، وفي ناس كتير بتتكلم ان السي اي بينفع بديل له، فطبعا الرقم ده مش متوفر عندي. فاعتقد ان الفيديو هينتهي لحد كده، وهنقف على اي سي الاشاره لحد لما نشوف الرقم بتاعه ونجيبه. مشكله الريسيفر بتاعنا ان العميل الشاحن فصل معاه، فصل السلك من الباور وحطه في الكهرباء ال 220 مباشر، طير معانا اي سي الاس 47، وطير معانا تراك ال 12 فولت اللي رايح لاي سي الاشاره، فبالتالي طير اي سي الاشاره وعمل تلف في اي سي اس 15 اللي هو تغذيه المعالج. اتمنى انكم تكونوا استفدتوا، مع ان الفيديو ما اكتملش، بس اعتقد لحد هنا انت عرفت ان تتتبع التراكات ازاي. اتمنى ان الفيديو ما يكونش طويل عليكم، ما تنسوناش في لايك واشتراك وتعليق. شكرا.